السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. النهارده كده يوم جديد، فيديو جديد عن التوفير. برضو زي ما انتم عارفين قناتنا خاصة جدا بالتوفير والميزانيات، وبصوا كل حاجة يا بنات، كل ست بيت نفسها توصل لهدف ان شاء الله هيتحقق بإذن الله. فان شاء الله هتحققي كل اللي نفسك فيه. بس لو لسه بقى اول مره تشوفي قناتي اسمها وصفه نصيحه مع مسك، خشي كده خدي لك لفه في الفيديوهات، ان شاء الله تستفادي منها كتير قوي. قناتي يا بنات خاصه بالتوفير والميزانيات والتوفير، وعايزاكي تاخدي لفه في الفيديوهات عشان ان شاء الله تستفادي منها وتطبقيها على حياتك فتلاقي تغيير ان شاء الله. طيب النهارده يا بنات الفكره بتاعت النهارده فكره انك تبداي حصاله على طول توفير لرمضان. طب لرمضان يا مسك؟ واحنا لسه يا مسك خلصنا موضوع المدارس؟ ارجعي للفيديوهات اللي فاتت وانتي تعرفي احنا هنعمل ايه في المدارس. تمام؟ طيب وبرده الحصاله بتاعت رمضان دي عايزين نبداها بدري يا بنات. تمام؟ وهقول لك على كذا حاجه هتوفري منها في القلب يعني من المدارس، هتساعدك اكتر انك تحوشي لرمضان. وهي ايه؟ فيلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وندخل على طول في الفيديو. طيب اول حاجه انا عايزاكي تجيبي حصالتين يا مسك. ايوه حصالتين. طيب الحصالتين دولت هنعمل بيهم ايه؟ اول حصاله تمام هخليها لهدف معين انا عايزه اعمله، سواء هشتري حاجه اجهزه كهربائيه في بيتي. تمام؟ ناقصني مثلا كبه، ناقصني هاند بلندر، ناقصني ساندوتش ميكر، على حسب شوفي انت عايزه ايه، خلاط، اللي الحاجه اللي انت عايزاها في البيت. تمام؟ طب والحصاله التانية هعمل بيها ايه؟ هخليها لكسوه العيال بتاعه العيد من دلوقتي. ايوه من دلوقتي، علشان احنا دلوقتي عايزه اقول لكم دخلنا ما بيزيدش في العيد ولا حاجه، هو كذلك ما بيزيدش في المدارس. يعني هو ربنا يا بنات هو اللي بيستر اولا. تمام؟ زائد انك بتدبري تفكري شويه. التوفير يا بنات اللي هو ما هو عباره عن الفكره، هو عباره عن فكره التوفير. خلاص؟ فاحنا نبدا ايه؟ نفكر نخطط كويس كده. انا بدي لنفسي مثلا الافكار دي ازاي؟ اللي هو انا ما اجيش في الوقت ده ابقى مزنوقه، ابقى اللي هو انا مش عارفه، اضطر ان انا استلف، اضطر ان انا الجا لاي حد. لا انا بدي لنفسي براح قبليها بشهرين ثلاثه. طيب انا بستفاد كده من ايه؟ زي ما قلت لكم ان انا ما بمدش ايدي لحد بيجيش وقت زنقه، لا انا ببقى عامله كل حاجه قبليها بشهرين ثلاثه، ده على الاقل. تمام يا بنات؟ تمام. عايزه اقول لك كمان اهم حاجه، ما تخليش حاجه عندك تبوظ. من مبادئ التوفير بقى ان انا هبدا اوفر. تمام؟ ابدا يعني احسب لكل حاجه قبل ما اعملها. خلاص؟ لازما تعملي حساب لكل حاجه قبل ما تعمليها، الكميات، الحاجات اللي بتستخدميها، بحيث ما تلجئيش انك ترمي حاجه، ما تلجئيش انك تهدري معلقه رز وتترمى، او حتى يا ستي عايزه اقول لك معلقه مكرونه، او ان شاء الله لو معلقه طبيخ. لا انا بحسب لكل حاجه. انا شايفه، بصوا انا عندي ان انا ابيت الحله مغسوله ونظيفه احسن ما ابيتها فيها شويه طبيخ صغيرين. تمام؟ ويا عالم تاني يوم هياكلوهم ولا لا، وما يبقوش مستاهلين ان انا احطهم في الفريزر، اللي هو يا دوبك معلقه اكل صغيره كده فضلت في الحله، مش عارف ايه الكلام ده. تمام؟ واحنا خلاص الحمد لله اتعشينا وكده، ما اصل انا مش اللي هو بقى خساره بطني ولا خساره حاجتي ان هو انا هغصب على العيال ياكلوهم غصب. لا انا عارفه المقدار اللي انا اعمله. خلاص؟ اكيد طبعا مع مرور الوقت ويعني والتفكير، وان انت ايدك على طول بقى في الموضوع وفي المطبخ، عارفه طبعا الكميات اللي انتوا بتاكلوها. خلاص؟ طيب انا اما اعمل كده. تمام؟ تاني حاجه عايزه اقول لك احنا داخلين على مدارس وعايزين نوفر. طيب ما اروحش بقى ادي لابني 10 جنيه مصروف، انا ماليش دعوه باي حد يا مس كده. ال 10 جنيه ما بتجيبش حاجه، لا اديله 5 جنيه. عودي الولاد على القناعه. حتى لو انت شايفه ال5 جنيه دي ما بتعملش حاجه، لا بتشتري كيس شيبسي، نايتي، بسكوت كده. لكن ما ادهمش فلوس 10 جنيه يجيبوا كيس اندومي، ما ادهمش 10 جنيه يروحوا يشتروا بقى حاجات غاليه. طب ليه؟ ويسيبوا لي في الاخر السندوتشات اللي انا ملزومه ان انا لازم اعملها عشان طبعا ده يعني حاجه مفيده ليهم. خلاص؟ لا انا ادي الولاد مصروف قليل. تمام؟ بحيث ان اولا يبقى عندهم قناعه. تمام؟ بعد كده يحسوا بينا، لا قدر الله لو الظروف ضاقت اكتر من كده يبقى العيل بيحس، مش العيل اتعود ان هو يجيب كل اللي نفسه فيه. ضغطتوا لايك ولا لسه؟ بالله عليكم ما تنسوش تضغطوا اللايك وشجعوني كده يا بنات بكلمه حلوه في التعليقات. بشكر كل حبايب قلبي متابعيني ومشتركيني في القناه. بقول لكم كده ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ربنا يكبركم ويعزكم ويستركم دايما ولا يذلكم لحد ابدا، زي ما بتفرحوني وربنا يفرح قلوبكم بكل حاجه في حياتكم، يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده زي ما بتفرحوني كده بالتعليقات الجميله. فعايزه اقول لكم العيل لما بيتعود من صغره على القناعه ده بيريحك انتي بعدين في كل حاجه بقى. بصوا شوفوا لدرجه في عفشه، في جهازه، في خطوبته، في تعليمه. تمام؟ لكن لو عودتي ابنك من صغره ان لا انا كل الحاجه اللي انا عايزها اجيبها،
والله العظيم بيطلع في الاخر عيل مش سوي ابدا وما بيريحش اهله. فربنا يجعل الهدوء في ولادنا كلهم، ويجعلهم ذريه صالحه، ويجعلهم من حفظ كتاب الله الكريم. فزي ما بقول لكم، انتوا بتدوا العيل او البنوته 5 جنيه، وبتديهم كل حاجه في اللانش بوكس، بتدي لهم السندوتشات، بتديهم اي حاجه فاكهه عندك ان شاء الله، لو بلحقي. شوف انا بصوا، لو هجيب بلح وهحط لكل عيل بلحايه، وبرضه هتحط لهم اي حاجه خضار، شريحتين مثلا خيار، قتة، اي حاجه برضه موجوده عندك من خضار البيت. لكن انا ما بعملش ازمه اللانش بوكس برضه عندي. الناس تفضل تقول تحضيرات اللانش بوكس ومش عارف ايه اللانش بوكس، لا، في حاجات ممكن اعملها تمام، تبقى مش مكلفه خالص، تمام، ابتكارات هنعملها. هنعمل لانشون البيتي، هنعمل مثلا اللهم صل على النبي، الناجتس، تمام، يمكن من نص صدر فرخه. لكن انا ما اوقفش نفسي واروح اجيب مثلا كيسه الناجتس قد كده ب 200 وحاجه، تمام، وانا ممكن في امكانياتي ان انا اعملها ب 40 جنيه، تمام، بنص صدر فرخه مثلا، خلاص. طيب برضو ما اروحش اجيب زر اللانشون ابو 200 وابو 300 جنيه. اولا حاجات مش مفيده. ده انا لو جبت فول، وجبت فول للطعميه، خلاص، وحطيت علبه جبنه، تمام، او جبت جبنه مثلا فلاح، خلاص، وقمت عامله مثلا وبطاطس، خلاص، ويبقى احلى سندوتشات. طب ولادي زهقوا بقى من الكلام ده، تمام، وحاجات مش مكلفه خالص، ابدا ان انا ادخل لهم مثلا لو جبت كيلو دقيق، هبدا اعمل معجنات، تمام، مثلا باتيه، كرواسون، قراقيش، قرص بالعجوه، تمام، وابدا ان انا احط لهم. هيكفيني كيلو دقيق لو عندك 3 4 اولاد، هيكفيكي بصوا 3 4 ايام، حلوه قوي كيلو دقيق، تمام. اصبح ان انا مش لازم اعمل ازمه نفسي العيش الفين. لو انا ما بعرفش اعمله في البيت، يبقى لازم كل يوم اشتري ب 15 20 جنيه ومواويل وميزانيه تانية لوحدها. طب الناس اللي مزنوقه، الناس اللي ميزانيتها قليله، تعمل ايه؟ ولا تعملي اي حاجه. عيش الفرن يا حبيبه قلبي، مره جبنه، مره فول، مره بطاطس. حاولي اللي هو ايه، هو ده التوفير الذكي، تمام. وبرده هو ده التدبير. انا مثلا والله ميزانيتي قد كده، في ناس ربنا يعينهم ميزانيتهم 2000 جنيه طول الشهر، وبقى مش هتزيد في ايام المدارس، ومش هتزيد، مش هتزيد، معلش المرتب مش هيزيد عشان اللانش بوكس، تمام. لكن ربنا بيبارك. طول ما انا عندي يقين في الله ان انا ربنا هيبارك لي في حاجتي، خلاص، ان انا بوفر وربنا عالم وشايف يا رب، تمام، وانا خلاص ما بقاش في ايدي حاجه، فهو ربنا ساعتها هيعينك، خلاص. وبرده عايزه اقول لك اللهم صل على النبي، الرفاهيات، تمام. طيب الرفاهيات دي اوفر منها ازاي؟ يعني انا مثلا ممكن، مش عشان انا متعوده مثلا يا مسك خروجه، اقل حاجه خروجتي انا واولادي بتكلفنا 200 300 جنيه لو مش هنشتري حاجه ومش هناكل. طيب امال 200 و 300 دول حبيبه قلبي بيتصرفوا في ايه؟ مسك ده في كل واحد بيشتري له حاجه من السوبر ماركت، ده ازازه ميه، ازازه عصير بس. طيب ما هي دي برضو. ايه رايك لو احنا مثلا اليوم اللي انا هخرجهم فيه، ما بقولكيش ما تخرجيش ولادك، ايه رايك في اليوم اللي انت هتخرجيهم فيه ده، هاتي ب 10 جنيه فشار من عند العطار، تمام، اعملي صينيه كيك، بس الموضوع هتلاقيه كله ما كلفكيش 60 70 جنيه والله العظيم. وابدا ان انا او مسقعه ازازه ميه رتلين او ازازتين مثلا كل واحده رتل، تمام، وعاملاهم واخداهم معايا. عايزه تعملي عصير يا ستي، ما عنديش اي نوع فاكهه، خلاص. لو انا ما عنديش اي نوع فاكهه، مسك عصير، كيس فروتي، كيس فروتي ب5 جنيه، خلاص، واقوم عاملاه في ازازه ميه رتل، تمام، وعصرتين ليمونه اعزز من طعمه، خلاص، وكان الله بالسر عليمه ونعمه وفضل واحلى خروجه، واقعدهم في جنينه عاديه خالص، اخد لهم كوره، اخد لهم اي حاجه مكعبات يلعبوا بيها، وخرجتهم احلى خروجه. لو كنت تخرجي كل اسبوع او كل 15 يوم كترفيه، وفي نفس الوقت مع ما مثلا ما زنقتش نفسي، بل بالعكس انا وفرت. انا بدل ما كنت يعني بصرف كل خروجه 200 300 جنيه، لا، انا وفرت ال 200 جنيه وصرفت 100 بس، خلاص. طيب ايه كمان الرفاهيات بالنسبه لي؟ بروح مثلا، بتروحي كوافير كام مره في الشهر؟ بتروحي كل 15 يوم؟ لا، واحده تيجي تقول انا بروح كل شهرين بس، لا ما تروحيش. بصوا، فاي ست الكل مثلا، لا هقول لك ما تروحيش. شفتوا الشيفنج اللي هو الثلاثه الفليمانجو ده؟ والله العظيم جايباهم عرض ب 10 جنيه، كانوا ب 15، وكان محل بتاع ادوات تجميل وكده عامل عرض ب 10 جنيه. تخيلي ان الشيفنج ده بيكفيني شهرين 3 4 ب 10 جنيه، خلاص. يا ستي عايزه ترطبي بشرتك شويه وانتي بتشيلي يعني زوايد الشعر وكده، هاتيلك بتاعه اللي هو الصبار، اللي هو الالوفيرا جيل، برده ب 10 جنيه، خلاص. وديني وشك دهنه حلوه كده، وابداي اشتغلي بالشيفنج، تمام. ايه يعني بيطلع كل اسبوع؟ مش مشكله، بس انتي بتعمليه، بس انتي وفرتي ال 50 جنيه اللي بتدفعيها في الكوافير للعمل الوش والكلام ده، خلاص. كمان عايزه اقول لك، حاولي كمان وانتي بتعملي الحاجه دي ان هو بنيه انك بتشيلي الشعر الزايد بس، لكن مش عايزاكم اللي هو يا بنات الرسم والافوره في الحواجب، عايزين ما ننساش اخرتنا برضو. صدقوني الحاجات دي كلها
ولا ليها ريحه اللازمه. انا بظبط نفسي، بظبط شكلي، بعمل باديكير ومانيكير في بيتي، تمام. بوفر ال 200 300 جنيه اللي بروح اعمل بيهم باديكير ومانيكير وتنظيف بشره والحاجات دي كلها هنزلها لكم عملي في قلب القناه، بما ان احنا كلنا ستات مع بعضينا وعايزين نوفر وفي نفس الوقت عايزين نبان على اكمل وجه، فده برضو يعتبر من ضمن التوفير. بس انتوا شجعوني، انا لما بنزل لكم فيديوهات للتجميل وكده ما بلاقيش عليها تفاعل خالص. لا شجعوني، علشان كل ست بيت بتصرف الحاجات دي في فلوس بره، عشان طبعا كل ست بيت بتحتاج ان هي تبقى مهتمه بنفسها علشان ازواجنا والكلام ده. لا احنا هنوفر ونعمل الحاجات دي في البيت، ما هو ده برضو من التوفير. خلاص. لكن شجعوني واشوف كده يا بنات تفاعل بالله عليكم على الفيديوهات. طيب اصبح ان انا وفرت برضو في حكايتي. عرفتي ازاي هتطلعي من الفيديو وانت لما فلوس؟ ان حاجات كنا بنصرفها في حاجات احنا مش واخدين بالنا منها وشايفين ان هي حاجات اساسيات، لكن احنا ممكن نستبدل الاساسيات دي. خلاص. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اترككم فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.